مافن الخضار من الحاجات السهلة اللطيفة، سناك حلوة قوي، بديل لطيف جدا لسندوتشات المدرسة لما الولاد بتزهق منها، وكمان ما بتاخدش وقت ولا ليها تكنيك في العمايل. نبدأ على طول في الطريقة. أول حاجة هنحتاج بيضتين ومعاهم شوية توابل، ملح، فلفل، توم بودرة، بصل بودرة، الإضافات اللي تحبوها. هنخلط كل ده كويس وهنضيف كوباية من الزبادي، وبعدين هنضيف 4 معالق كبار من السمنة أو الزيت، يعني أي مادة دهنية تفضلوها. وبعدين المكونات الجافة عبارة عن كوباية من الدقيق الأسمر اللي هو كامل الحبة، هنخلط كويس. وبعدين هنضيف كوباية من اللبن، وهنزود نص كوباية بعد كده. هنقلب كويس قوي لغاية لما يندمج الدقيق مع اللبن. وبعدين هنكمل باقي المكونات الجافة اللي هي عبارة عن كوباية من الدقيق الأبيض، ربع كوباية من النشا، ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر، ونص معلقة صغيرة من البيكنج صودا أو البيكربونات. ونخلي بالنا ما نزودش عشان هو بيغمق شوية واحنا بنحتاجه في أنواع معينة من الكيك. بعد كده الإضافات زي ما تحبوا. أنا استعملت جزراية مبشورة، فلفل أخضر، وكوباية من الجبنة الشيدر أو الرومي أو البارميزان زي ما تحبوا. الموتزاريلا بتكون على الوش. طبعا ممكن تحطوا زيتون، ممكن تحطوا بسطرمة، سوسيس، أي حاجة زي ما تحبوا. هنا بقى زودت نص كوباية من اللبن علشان احنا عايزين القوام ما يبقاش تقيل قوي ولا خفيف قوي، فهي كوباية ونص من اللبن في المقدار ده كله مظبوط. واخر حاجة معلقة من الخل، وهنقلب ونبدأ ان احنا نوزع الخليط سواء في صينية الكب كيك او في اي بولات تكون موجودة لو الصينية مش متوفرة. وبنعمل ورق الزبدة بالشكل ده. تابعوا الفيديو شوفوا بتتعمل ازاي. انا بقص من الناحيتين وببدأ ان انا بظبطها كده، بتطلع شبه جدا اللي بنجيبها من اماكن كتير بره. بنجيب مافن او كاب كيك بتكون حجمها كبير، وستايل الورق نفسه، ورق الزبدة بيكون بالشكل ده، بتطلع حلوة جدا وشكلها هيعجبكم قوي قوي. فبنبطنها وبنبدأ ان احنا نوزع الخليط وبنحطها على صينية او بندخلها لوحدها وبتستوي حلو جدا. فمش ضروري صينية الكب كيك، ولكن انا برضو استعملت شوية من الخليط في صينية الكب كيك وهتشوفوا شكلهم دلوقتي. المقادير دي عملت 4 بولات كبار لان دول بتبقى كبيرة مش صغيرة، و6 من الكب كيك العادي الصغيرين. فممكن تعملوا حوالي 12 واحدة من الصغيرين، وبيقعد معاكم ممكن يتشال في الفريزر. فالوصفة دي حقيقي تستحق ان انتوا تجربوها. هنا وزعت الجبنة على الوش وهتدخل الفرن. طبعا الفرن سخن من قبل كده، بتاخد حوالي نص ساعة على حسب طبعا، يعني صينية الكب كيك تاخد وقت أقل من البولات. وادي بقى شكلهم بعد ما استووا. بصوا عليه ازاي شكلهم تحفة. هنا كانوا سخنين جدا، ما قدرتش ان انا اشيل منهم الورقة، فلما هديوا خالص وبردوا تماما قدرت ان انا اشيل الورقة. وبصوا شكله من جوه هتلاقوه هش جدا وحلو قوي ومش معجن، فبجد حلو ومغذي وبيشبع. وكمان الولاد بيفرحوا بيه جدا في المدرسة، وبيحسوا ان هم اكلوا وجبة مشبعة. بصوا بقى شكله من جوه عامل ازاي، حلو قوي قوي. كيك زي الكيك ومش معجن خالص. جربوه وبألف هنا وشفا.